السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جاي لكم النهارده في فيديو جديد. هنعمل مع بعض بقى الغدا على طول، روتين يوم الجمعه. معايا نص لحمه مفرومه هعملها على 5 ترغيفه، تمام؟ وهنعمل حلو مع بعض، تمام؟ يلا بينا نشوف هنعمل ايه. هنحشي بقى الايه الرغيفه ديت ايه توصل السلاش ده بقى ايه. افطر الجوفتين دول وعملت بقى الايه الحوشي خلاص على نصوص، تمام؟ كانت متعصجه اللحمه معصجاها، تمام؟ وايه نحطها في التلاجة وبعد كده نحمرها بحته زبده. نعمل بقى كوبايه شاي، ومعايا بقى ايه بوريو حطيته هنا في الطبق الصغنن ده. اتمنى كده لو اول مره تشوفي القناه بتاعتي تضغطي على كلمه اشتراك وفعلي لي الجرس عشان يوصلك اي جديد. البطاطس عفوا عشان الايه الغدا بقى. ومعايا ايه بطاطا غسلتها، تمام؟ واقشرها وايه واقطعها حلقات واحطها في حله، واحط لها بقى شويه ميه صغيره وشويه سكر ومعلقه زبده كده حلو. رجعت لحضراتكم تاني دلوقتي. قطعت بقى ايه، قشرت البطاطا وايه وقطعتها حلقات واحطها في الحله ونحط لها شويه سكر، تمام؟ بس تفرق بقى ايه. ما عنديش مواعين الحمد لله. والبطاطس نقعتها نحط لها بقى ايه للبطاطا كوبايه الميه. وهناخد بسم الله الرحمن الرحيم 3 معالق كده حلوين من السكر، او يعادل كده ايه نص كوبايه سكر، تمام؟ حلو حبه السكر دول حلوين قوي كده. وهنحط لها معلقه زبده ونحطها على النار شويه. معلقه الزبده اهي، هي ايه هتسيح معاها بقى، تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هسيبها بقى ايه تتهرس معاها مع بعض ونرجع لكم. بقى ايه الكريم كراميل بتاع البطاطا. معايا نص لبن بخير وده بتبقى طعمها جميل قوي. كريم كراميل ومعايا كيسين فانيليا والزبده بتاعتي طبعا والسكر بتاعي، تمام؟ هحط نص اللبن بتاعي هنا على البارد الاول. هنحط بقى بسم الله الرحمن الرحيم. نحط نص اللبن، هنحط بقى كيس كريم كراميل دوت، تمام؟ نحط بقى ايه كيس كريم كراميل. هنقلب كله كده على البارد. اتمنى كده تدعميني كده باللايك والاشتراك كده بالقناه. عايزه كده القناه تكبر بيكم وياكم ان شاء الله. خد كده خد سكر برضو ايه 3 معالق كده. حط كيسين الفانيليا، هنحط معلقه زبده عليها ونسيبها على النار شويه ونعملها هاديه كده لغايه لما تتقل معانا. نحط بقى معلقه من الزبده دي، تمام؟ حطينا البطاطا على النار اهي لسه، وايه مستنيين بقى ايه الكراميل باللبن كده ايه يتقل معايا، تمام؟ يبقى احنا حطينا عليه نص كيلو لبن على كيس الكراميل، على كيس كريم الكراميل، تمام؟ كيسين فانيليا و3 معالق كبار اللي هو ايه سكر ومعلقه زبده. هناخد بقى منها شويه كده من الميه بتاعت الايه اللي هي ميه، اللهم صل على النبي، ميه البطاطا. بتدي طعم حلو قوي للاكله دي. بتبقى
عفوا يا حامي دور بس. البطاطا بتاعتي خلاص اتهرست بالهراسه، ومعايا الصينيه بتاعتي اعملها. نحط لها حته زبده كده صغيره، ونحط عليها البطاطا بتاعتنا. نحط طبقه البطاطا بتاعتنا. عملت الصوص خلاص اللي هو اللبن بالكراميل، اللي هو الكراميل تمام. هنحطها بقى عليه. نحط بقى شويه الكراميل ده من فوق، بيديها طعم حلو قوي. تمام. اتمنى لو اول مره تشوفي القناه بتاعتي اضغطي على كلمه اشتراك وفعلي لي الجرس عشان يوصلك اي جديد انا بعمله في القناه. دي حته قشطه كده صغيره. بس كده. نستنى النتيجة بقى مع بعض ونعمل الحواوشي بقى مع بعضينا. تمام. جبت معلقتين طحينة ومعايا ليمونة وشوية خل. نحط شوية مية بقى، ونضرب بقى طحينة بالمية. اي مية دافية، مية سخنة، مية من الحنفية عادي. حضراتكم تاني دلوقتي تحسوا ان هي خلاص كده ظبطت. حطيت توم باودر، بصل باودر، كمون، شويه ملح. نحط شويه خل كمان. ونحط احط نص ليمونه بس. الثوم والبودر والبصل البودر بيحط الطحينه في حته تانية خالص زي بتاعت بره. عايزه تحطي شطه زي ما انت عايزه. نحطها بقى في التلاجة كده سمكها كويس قوي. قرب الغدا كده نطلعها. رجعت لحضراتكم تاني دلوقتي بقى هنحمر البطاطس. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوص، وجبت الجريل اللي انا اشتريتها معاكم في الاوردر. تمام. البطاطس اهو بحمره. نحط حته زبده بقى في الجريل وهنحمر الحواوشي تاني دلوقتي بقى نحط الحواوشي بتاعنا. ممكن الجريل دي بتعمل عليها بردك سمك مشوي كده تبقى حلوه، تتحط في الفرن بردك بالسمك المشوي تبقى جميله برضه، بتتعمل عليها حاجات كتير قوي. جريل اللي هو الكوري ده. اتمنى لو اول مره تشوفي القناه بتاعتي تضغطي على كلمه اشتراك وتفعلي لي الجرس عشان يوصلك اي جديد انا بنزله في قناتي. اتمنى كده لو اول مره تشوفي القناه بتاعتي تضغطي على كلمه اشتراك وتفعلي لي الجرس عشان يوصلك اي جديد انا بنزله في قناتي.
بتاعي مش جميل اهو. دي اللي هي ايه، ستاند اللي هي بتاعت الخشب ديت، اللي قلنا نحط عليها بقى الحاجه. عايزه تحطي جبنه موتزاريلا في العيش بيبقى جميل برضه. بس عملت البطاطا الجميله بالكريم كراميل اهو، ومعايا الترشي والطحينه، وده الحواوشي والبطاطس محمره. وده كان الفيديو بتاعي النهارده، اتمنى كده يعجبكم. لو عجبك الفيديو دعميني كده باللايك والاشتراك بالقناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وده كان الفيديو بتاعي النهارده، اتمنى كده يعجبكم. لو عجبك الفيديو دعميني كده باللايك والاشتراك بالقناه.